لما دخل مكتبي كان باين عليه ان بقاله اسابيع صاحي لحد ما دقش طعم النوم. اظن من منظره كده يعني انه في نص الثلاثينات تقريبا، لابس جاكيت جينز قديم وطاقيه، قعد يتلفت حواليه بقلق وخوف ملهمش حدود، وبعدين قعد في الكرسي اللي قدامي. اتعرفنا على بعض وبعدين سالته ممكن تقول لي انت هنا ليه؟ بص لي باستغراب وقال لي يعني ايه؟ انا هنا جايب امر محكمه. قلت له اه صح، بس انا كان قصدي انت هنا ليه؟ ايه السبب اللي خلاك تحرق بيتك فتيجي هنا بامر محكمه؟ قال لي لو يعني ده اللي بتلمح له انا لا طلبت فلوس من التامين ولا عايز منكم حاجه. قلت له لا بص، انا مش بلمح لاي حاجه، انا راجل دكتور نفسي، مطلوب مني افهم حالتك وافهم ايه اللي خلاك تعمل كده. سكت شويه وبعدين قال لي ما انا لو قلت لك الحقيقه هتفكرني مجنون. قلت له طب بص، هي القصه مش قصه تامين، انت عملت حاجه مخالفه للقانون وعملت حاجه خطيره جدا، فانا لازم افهم. قال لي لا، انا لو ما كنتش حرقت الكيان اللعين ده كان هيبقى اخطر بكتير قوي. ابتسمت، ده لانه بدا يتعصب وقع بلسانه، وهو خد باله من ده زي ما انا خدت بالي منه، فبدا يهز رجله بتوتر وهو بيبص على كل الحيطان حواليه. سالته ها تحب تحكي لي؟ بص لي وهو ساكت، فقعدت استنى. انا عارف الكام دقيقه صمت دول دي معناها ان هو خلاص قرر يحكي، بس بيراجع قصته بسرعه عشان يعرف هيبداها منين. قعدنا 3 دقايق ساكتين لحد ما سالني فجاه تعرف بيت اميتيفيل؟ قلت له البيت المسكون؟ هز راسه وقال لي اه، بيقولوا ان البيت ده كان اكتر بيت مسكون في امريكا. قلت له ماشي مظبوط تمام، يعني عشان كده عملوا عنه فيلم. قال لي والله بس كان فيلم حلو قوي. قلت له المهم يعني ماله البيت؟ قال لي انا بيتي بقى كان اسوأ منه. قلت له يعني قصدك ان بيتك كان مسكون اكتر منه؟ سكت تاني، فقررت ان انا مش هستنى، انا عايز افهم. عشان كده قلت له بس انا قدامي انك ما قعدتش في البيت كتير. بص لي وسالني انت بتشوف افلام رعب كتير؟ قلت له ساعات. اه. قال لي بتشوف بيوصفوا اللحظه اللي بيعرفوا بيها ان البيت مسكون ازاي؟ لما لعبه تتحرك من مكانها او درج يتفتح فجاه او حاجه تطير وتقع على الارض والحاجات دي. قلت له اه، المفروض ان بعد كده بتبدا احداث مرعبه، الحاجات دي اللي بتحصل للناس اللي قاعدين في البيت. بص في عينيا وقال لي بس البيوت المسكونه في الحقيقه مختلفه خالص. قام وقف فجاه وبدا يبص لحاجه في الحيط اللي ورايا. كان بيبص بصه مليانه خوف، وكانه بيبص على حاجه ثابته على وشك انها تتحرك. واللحظه كده حسيت اني هموت والف وشي انا كمان اشوف الراجل ده بيبص على ايه، عشان اتاكد ان مفيش حاجه ورايا. بس هزيت راسي عشان اطرد الاحساس ده، ما ينفعش يحس اني خايف او متوتر. قلت له مكتوب قدامي في الملف انك شاري البيت من اسبوعين، قعدت فيه قد ايه بقى منهم؟ ببساطه قال لي انا ما نمتش هناك غير ليله واحده بس. سالته بدهشه، وليله واحده بس كانت كفايه عشان تقرر انك تحرق البيت وتسويه بالارض؟ بص لي وقال لي انا عملت كده بعد ما حصل اللي حصل. قلت له بس حلو قوي، احكي لي بقى ايه بالظبط اللي حصل واحكي لي بالتفصيل. فرجع يبص تاني للحيط اللي ورايا، ورجعت تاني اقلق منه، وحسيت ان هو عايزني ابص ورايا عشان اشوف هو بيبص على ايه. بس قدرت امسك نفسي خالص. قلت له انت معايا يا فندم؟ فحرك عينيه من على الحيط اللي ورايا وبص في عينيا، وبان انه تاه شويه، ما كانش عارف انا بسال على ايه. عشان كده كررت سؤالي ممكن تحكي لي اللي حصل وبالتفصيل لو سمحت؟ خد نفس وقال لي طيب. الجو كان برد لدرجه اني شكيت ان الدفايه باظت ولا حاجه، بس لا، المشكله ما كانتش في الدفايه، البيت نفسه كان برد بشكل مش طبيعي. سالته وبدات تلاحظ ده امتى؟ قال لي اول ما نقلت البيت، الجو اصلا كان برد، كنا محتاجين شويه دفى، بس يعني هو الموضوع بدا بدري شويه، انت عارف طبعا زي اي حد بيعزل حاطين حاجتنا في كراتين وصناديق، بس الصناديق دي بدات تختفي واحد ورا التاني. المشكله هنا ان مراتي على طول فتحت حاجه المطبخ ورصت حاجتها وظبطت مطبخها لاول حاجه، حطت المعالق والسكاكين في مكانها ورصت الترابيزه والاطباق وحطت الكراسي وظبطت كل حاجه. وبعدين ندهت عليها عشان تساعدني اظبط التلفزيون. لما رجعت بقى لقت المطبخ مقلوب، الدولاب متكسر، الاطباق متكسره، الكراسي واقعه على الارض، المعالق في كل مكان، وحقيقي
حقيقي هي اتضايقت بشكل مش طبيعي. كتبت وراه كل حاجة قالها في الملف، وبعدين قال لي بصوت مليان حزن: بس بنتي كانت أول حد يشوفه. سألته: بنتك مسك نفسه بالعافية عشان ما يعيطش قدامي، وهو بيقول لي: بنتي الميتة كانت بتتفرج على التلفزيون وقاعدة على الكنبة قدامه. فجأة جه إعلان. عارف انت اللحظة اللي ما بين قطعة الفيلم وبداية الإعلان، اللحظة اللي الشاشة بتسود فيها خالص دي؟ هنا قدرت تشوفه، شافته في الانعكاس على الشاشة. كان واقف وراها وبدأ يبص على الحيطة اللي ورايا تاني. المرة دي ما قدرتش أقاوم، القصة كانت بدأت تبقى مرعبة، عشان كده بصيت ورايا بس ما لقيتش حاجة. ولما بصيت له تاني كان مبتسم وكأنه مبسوط. قال لي: ما تخافش، اللي أنا بتكلم عليه ما يقدرش يوصل لك هنا. وعلى طول من غير ما أفكر سألته: ليه بقى؟ قال لي: لأني عارف التعويذة. سألته: تعويذة؟ تعويذة إيه؟ بس كنت عارف هو يقصد إيه، لأن مكتوب في الملف قدامي إن بتوع المطافي لما أنقذوه من البيت اللي بيتحرق كان قاعد يردد كلام مش مفهوم، وما كانش بيرد على حد فيهم. فقال لي: تعويذة حماية، تحب أقولها لك؟ قلت له: يا ريت. وللمرة التانية ابتسم وهو بيقول: بس خد بالك، عشان تشتغل وتحميك لازم تقولها بصوت عالي. ما كنتش مصدقه، بس الطريقة اللي كان بيبص بيها ورايا وحكاية بنته قدروا يأثروا فيا. عشان كده قلت سواء هي كانت تعويذة حقيقية أو لا، أديني هقولها. وخليني أطلب منك طلب، نصيحة يعني من أخ. قولها أنت كمان معايا بصوت عالي عشان تحمي نفسك وعشان تبقى في الأمان. قال لي: قول ورايا يا سيدي. تنسو؟ قلت له: تنسو. كدوي؟ قلت له: كدوي. سيس؟ قلت له: سيس. يا مسكو؟ مسكو. قال لي: حلو قوي، قولها بقى كلها على بعضها. تنسو كدوي ثيث يا مسكو. قلت له: تنسو كدوي ثيث يا مسكو. وكتمت نفسي واستنيت اي حاجه تحصل، بس مفيش حاجه حصلت. فبدات اضحك على قد ايه انا كنت غبي، لغايه ما سالني فجاه: هو انت كنت مستني حاجه تحصل لك؟ هزيت كتفي وقلت له: يعني انا قلت حاجه هتحصل، اي حاجه هتتغير. قال لي: لا، زي ما قلت لك دي تعويذه حمايه، مجرد انك قلتها مره واحده بس ده كفايه قوي. دلوقتي اطمن بقى، الكيان ده مش هيعرف يوصل لك خالص. هزيت راسي ورجعت تاني ابص على الملف. في حاجات كتير المفروض نتكلم عنها لسه، عشان كده سالته: ومراتك بقى؟ قال لي: مراتي كانت بتحب بنتنا، بس هي ما كانتش على طبيعتها. قلت له: مكتوب عندي هنا انك قلت ان مراتك صحت في نص الليل. قال: مظبوط. انا صحيت من النوم على صوت خبط جامد جاي من بره، فقلت يمكن القطه بتاعتنا بتعمل كده عشان لسه مش واخده على البيت يعني. بس لا، ده كان صوت مراتي. كانت صحت قبلي بساعه تقريبا، وكانت واقفه بره لابسه البيجامه بتاعتها وبتحاول تكسر الحيط بالساطور. بس اللي ما خدتش بالي منه انها كانت غرقانه دم. سالته: الدم ده كان دم؟ قال لي: لا 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 لا، مش هي اللي قتلت بنتنا، مراتي كانت ميته اصلا ساعه ما شفتها. قلت له: مش فاهم، انت عايز تقول ايه؟ تقصد ايه بكلامك ده؟ قال لي: قبل ما ننام كنت بظبط شويه حاجات في الدور اللي تحت، وسمعت صوت خبط في اوضتنا، والمفروض انها كانت بتستحمى، فخفت تكون وقعت في الحمام. طلعت اجري لقيتها نايمه في السرير، عينيها مفتوحه وثابته مش بتتحرك. قلت له: انا هكون صريح معاك، انا مش فاهم حاجه. قال لي: وانا كنت زيك بالظبط، في الاول ما كنتش فاهم حاجه، بس دلوقتي بقيت فاهم كل حاجه. انا نزلت عشان اكمل اللي بعمله، ولما طلعت قلت لها: تصبحي على خير. بوستها في خدها وخدت بالي ان جسمها كله كان بارد، بس قلت عادي يعني، ما البيت كله بارد، هي جت على دي. بس لا، ما كانش عادي، ولا ده كان بسبب البرد، ده كان عشانها ماتت. انا نمت جنب جثة مراتي الميتة طول الليل قبل ما تقوم وتنزل تحت تروح المطبخ، وهناك كملت جملته. قلت له: وهناك مسكت السكينة. قال لي: ركز يا دكتور، هناك مسكت الساطور. قلت له: طب كمل، حصل ايه بعد ما مسكت الساطور؟ قال لي: راحت لبنتنا. وسكت. بعدين سألني: هتقول عليا مجنون انت كمان صح؟ خدت نفس عميق وقلت له: بص، هو في حاجات كتير قوي احنا محتاجين نتكلم فيها، زي الصدمة اللي عديت بيها يومها، مراتك اللي قامت بعد ما ماتت، وبنتك بص، انا هكون صريح معاك بقى، انا بدأت افهم السبب اللي خلاك تحرق البيت. سألني فجأة:
لسه فاكر التعويذة؟ قلت له اه. ليه؟ ابتسم وقام من مكانه من غير ما يرد عليا. فتح باب المكتب وخرج للعسكري اللي مستنيه بره. قال له خلاص خلصنا. بصلي بصة أخيرة وابتسم قبل ما يمشي. معرفتش أنام يومها بسهولة. الموضوع كان صعب، ده لأني قعدت أفكر في قصته وأتقلب في السرير يمين وشمال. الغريب إن بيتي كان برد. بيت كان برد بشكل مش طبيعي. صوت عقرب الثواني وهو بيتحرك كان عالي قوي، وكل ما عيني تنعس أو أحس إن هنام الصوت يعلى أكتر. حتى لما قمت شلت منها البطاريات الصوت فضل مكمل بشكل مزعج وكأنه بيتحداني، ودي حاجة كانت هتخليني اتجنن. حطيت المخدة فوق راسي بس الصوت كان لسه بيوصل لي، وحتى وانا راسي تحت المخدة. قمت خدت الساعة وقلت انا هرميها في الدور اللي تحت او حتى بره البيت خالص، وفعلا سبتها تحت. ولما طلعت شفته وهو بيجري تحت السرير في الضلمة. ما كنتش متأكد هو ايه، بس كنت متأكد اني شفت حاجة بتجري بسرعة، حاجة ملهاش ملامح. في اللحظة دي حسيت بخوف عمري ما حسيت بيه قبل كده. وفجأة التعويذة جت في دماغي فقلتها بصوت عالي. خدت نفس عميق ومشيت ناحية السرير. رفعت طرف الملاية وبدأت أستعد عشان أبص مكان ما أنا متأكد إن في حاجة جرت من شوية، بس الدم نشف في عروقي حتى وأنا بجهز نفسي. خدت نفس عميق وعديت من 1 ل3. 1 2 3. وبصيت تحت السرير وشفتها. راس شكلها مرعب كانت مستنياني تحت، بتبصلي بميلان زي ما يكون في حد بيبص تحت السرير من الناحية التانية هو كمان. فصرخت ورجعت لورا وحسيت بحاجة بتلمس رجلي. نطيت من مكاني ولزقت في الحيطة وبدأت أبص في كل مكان حواليا، بس الأوضة كانت فاضية خالص وما كانش فيه أي حاجة. تليفوني رن. صرخت من الخوف، ولسبب ما في اللحظة دي حسيت براحة، وكأن المكالمة دي جاية بس عشان تنقذني من الرعب اللي أنا فيه ده كله. رديت على التليفون. ألو؟ فتحت نور الأوضة وبدأت أبص في كل مكان. الحمد لله مفيش حاجة. حد من الناحية التانية قال لي ألو إزيك؟ احنا بنتصل بيك بخصوص البنت اللي كانت في البيت المحروق. قلت له تمام، مالها البنت؟ قال لي فاقت. قلت له فاقت إزاي؟ هي مش ماتت؟ قال لي لا يا فندم، هي كانت بين الحياة والموت، دلوقتي فاقت، وأعتقد يعني إنك أنت محتاج تيجي تتكلم معاها بما إنك أنت اللي ماسك الملف بتاع القضية. ما كنتش فاهم إزاي البنت فاقت. المفروض إن أمها قتلتها بالساطور بعد ما ماتت، ولما الراجل شافها كان الدم اللي مغرق هدومها ده دمها. وحتى لو أمها ما قدرتش تقتلها، إزاي نجت من الحريق؟ إزاي البنت دي لسه عايشة لغاية دلوقتي؟ سألته وأنا ممكن أجي دلوقتي؟ قال لي اتفضل إحنا مستنيينك. جسمها كان مليان حروق، صحيح كانت ملفوفة كلها بشاش، بس كنت قادر أعرف إن حالتها وحشة فعلا، لدرجة إنها بالعافية قدرت تحرك راسها لما دخلت الأوضة. وبصوت ضعيف مليان ألم سألتني هو أنت مين؟ قلت لها أنا الدكتور النفسي اللي مسؤول عن القضية بتاعتكم، وكمان أنا الدكتور اللي اتكلم مع باباكي. سألتني بدهشة بابايا؟ قلت لها بقول لك صحيح هو هنا، محتاج أتكلم معاه تاني. إزاي بابا اتكلم معاك أصلا؟ أنت شفته إمتى؟ قلت لها النهاردة، باباكي جالي المكتب الظهر كده واتكلمنا شوية. سألتني بخوف متأكد إن ده بابا؟ قلت لها هو قال لي إنه حرق البيت كله وسواه بالأرض، وقال لي كمان إن مامتك ضربتك بالساطور، وقال لي إنك شفتي الحاجة دي واقفة وراكي. قالت لي بس ده مش. فجأة عينيها وسعت واتملت خوف وسألتني بصوت بيترعش أنت قلت التعويذة؟ قلت لها إيه؟ قالت لي بخوف كل حاجة قالها لك كانت كذب، مفيش أي حاجة من دي حصلت، هو بس كان بيخوفك عشان تقول التعويذة. قلت لها أنا مش فاهم حاجة. قالت لي أنت كل ده لسه ما فهمتش؟ هو بيحب يلعب بالناس، بيحب يضحك عليهم عشان ينطقوا التعويذة، بمجرد ما تقول التعويذة بصوت عالي بيعرف عنك كل حاجة، بيعرف انت ساكن فين وبتخاف من ايه وهيلعب بيك ازاي. بدأت أفهم وقلبي بدأ يدق وجسمي بدأ يترعش من كتر الخوف. قلت لها أنا. قطعتني وقالت لي انت اتضحك عليك، اتلعب بيك، وهتبقى ضحية له زي الضحايا اللي قبلك. لازم تبقى عارف انك مجرد ما نطقت التعويذة بصوت عالي بقيت واحد من ضحاياه.